لو محتارة في الغدا اللي هتعمليه يبقى مفيش غير الكبدة البانيه. انسي كل الطرق القديمة والتقليدية وتعالى اما اقولك على الطريقة دي. ولو عملتيها قبل كده بطرق كتير وعايزة التغيير يبقى مفيش غير طريقة ياسمين. بعد الوصفة دي بقى انسي اللي بالفلفل والبصل او حتى كمان الرد. ومن غير مقدمات كتير يلا بينا ندخل على الطريقة بالتفصيل من مطبخ ياسمين جنيدة على اليوتيوب. بس قبل ما نسمع الوصفة سمعونا الصلاة على الرسول ودعم من كل اللي بيتابعوني بالاشتراك من على اليوتيوب مطبخ ياسمين جنيد. معايا كيلو الا ربع من الكبد، والكبدة اللي انا مستخدماها هنا كبدة مستوردة. هضيف لهم فنجان صغير من الحليب وهقول لكم فايدة الحليب واحنا شغالين. خلتها التلاجة وسبتها منقوعة في الحليب حوالي ربع ساعة. هتبلها بمعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، ومعلقتين صغيرين من الملح الصين أو معلقة كبير بتجيبيه جاهز من عند العطار، ولو مش متوفر عندك تقدري تستبدليه بمكعب مرق. هضيف كمان عصير نص ليمون. آخر حاجة هضيفها وهي الملح، ونحاول ناخد بالنا واحنا بنضيف الملح علشان كمية الملح الصين اللي ضفناه. ضفت كده حوالي معلقة صغيرة من الملح بايديا بقى وقلبتهم تقليبة معتبر، وسبتها على شبكة التلاجة لما تتشرب من كمية التوابل اللي ضفناها. كل ما سبتيها في التتبيلة اكتر كل ما كانت اجمل واجمل. اهم خطوة بقى في تحضير الكفر الخارجي ان احنا هنستغنى عن البيض، يعني مش هنحتاج اننا ننزلها في البيض قبل ما نحطها في البقسماط والفيجيتار. سبتها في التتبيلة حوالي نص ساعة. لتحضير الكفر الخارجي هنحتاج لكوباية من البقسماط المطحون، وكوباية من الفيجيتار الحار تقدري تستبدليها بالفيجيتار البارد. هتبلهم بنص معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من التوم البودر، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ومكعب مرق، وده اختياري تقدري طبعا تستغني عنه. بالمعلقة واقلب المكونات الجافة كلها تقليبة معتبر لما البقسماط والفيجيتار يتغلف كله بالتوابل اللي ضفناها. وبكده التتبيلة بتاعتنا اخدت من طعم التوابل اللي ضفناها للكبد. اهم حاجة ان زي ما قلتلك في اول الفيديو اننا مش هنحتاج لمواد سائلة، هنكتفي بس بكمية الحليب اللي ضفناها في الاول. بعد نص ساعة خرجتها من التلاجة وهتلاحظوا انها اتشربت من التوابل ومن كمية الحليب اللي ضفناها لها. ومن غير ما استخدم ايديا خرجتها على خليط البقسماط والفيجيتار وبالمعلقة كده بقى، وحاولت ان انا اعمل لها كفر خارجي. هتلاقوها بقى امتصت كل كمية البقسماط من غير ما نحتاج اننا نضيف لها بيض. بديلها تنفيضة خفيفة خالص وبركنها بقى على جنب. في تعضير وسمك الكفر الخارجي للكبدة بيختلف تماما عن البانيه، يعني مش بحتاج ان الكفر الخارجي يكون سميك، يدوبك بس حاجة تدي طعم وقرمشة خفيفة من الخارج. وإضافة الحليب دي بقى كنت واخداها معلومة من دكتور التغذية إننا علشان نستخدم الكبدة سواء كانت بلدة أو مستوردة لابد من نقعها في الحليب حوالي تلت ساعة. وعن فايدة نقعها في الحليب إنها بتمتص كمية السموم اللي في الكبد، وغير كده كمان بتحول الكبدة المستوردة لكبدة بلدي، يعني أكنك جايباها فريش طاز. وزي ما انتوا شايفين كمية الكفر الخارجي خفيفة جدا، يعني كل اللي هنخرجها هتبقى لوحدها من غير ما احط واحدة فوق التانية. في صينية بقى تكون عندك كبيرة وكل اللي تغلفيها ترصيها في الصينية. بعد ما بنتهي من تحضيرها مش بحتاج ان اسيبها مدة طويلة ولا حاجة، من 10 دقايق لربع ساعة يدوبك بس تمتص الكفر الخارجي ويثبت عليها. ووقت التحمير بقى ما بحتاجش ان انا اضيف كمية كبيرة من الزيت، يعني مش محتاجين زيت غزير ولا حاجة. ضفت حوالي نص كوباية من الزيت، واول ما الزيت بدأ يسخن نزلت بالكبدة. وزي ما قلت لك ان الحليب بينقي الكبدة من السموم الى انها بتخليها من بره مقرمشة ومن جوه طرية وجوسي من جوه، يعني هتيجي تاكليها تدوب في البق من غير ما تزور. وعن جمال طعمها ونتيجتها الحلوة والله العظيم ما بتبقاش عايزة تبطلي اكل فيها. بالنسبة لدرجة التحمير دي بقى زي ما تحب، عايزاها تكون لون ذهبي شفاف أو عايزة تدوسي عليها في التحمير شوية، وكل واحد وذوقه طبعا في الأكل، بس هي مع ذلك بتكون طرية وجوسي من جوه في كلا الحالتين، سواء كنت هتدوسي عليها في التحمير شوية أو هتطلعها نص نص. وبعد التحمير ما بحتاجش إن أخرجها على منديل مطبخ ولا حاجة لأن هي ما بتتشربش زيت. علشان طعمها يكون أجمل هتحضري جنبها طبق من الطحين، حوالي معلقتين كبار من الطحينة تفكيهم بمية سخنة وتضيفي لهم عصير نص ليمونة ومعلقة كبيرة خل وتوابل مشكلة فلفل وكمون وكزبرة ونص معلقة صغيرة من التوم البودر. يا سلام بقى لو ضفت لها رشة بسيطة خالص من بهار اللحم ومعلقة كبيرة من صوص الكاتشب تكون أجمل وأجمل. وبألف هنا على قلوبكم جميعا، وتعيشوا وتعملوا لهم كل حاجة حلوة من إيدك يا ست الكل. ولو محتارة بقى في الغدا اللي هتعمليه جربي تعملي لهم الكبدة البانيه. وبالنسبة بقى لتقطيع الكبدة علشان تقطعيها بانيه بتدخليها الفريزر نص ساعة
وبتكون سهلة معاكي بقى وانت بتحضريها. واللي قدامكم دي بقى الزوائد اللي كانت من ورا الكاميرا. وانا بقى زي اي ام عايزة تاكل ولادها كل حاجة حلوة، علشان كده حاولت احتفظ بالطبق حلو كده زي ما هو علشان اقدمه للولاد. لو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب ودعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض ويقوي كل ام على خدمة ولادها. هوريكم بقى ازاي مستوية وفي نفس الوقت طرية ودايبة من قلبها. وانتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ياسمين جنيد. سلام يا أجمل متابعين.